ممكن احبس المطور لو النهارده ما سلمكش وحدتك في ميعادها، اقدر احبسه لك. اول مشكله واهم مشكله تاخر المطور عن تسليم ظروف خارجه ولا عن قصد وعمد. مساء الخير، ازي حضراتكم؟ ايه الاخبار؟ هنتكلم النهارده عن المشاكل اللي بتقابلها اي حد بيشتري عقار، بيقابلها عند التسليم، سواء تاخر المطور عن التسليم، سواء عدم تسليم الوحده المواصفات المتفق عليها في بنود العقد او في نطاق العقد. هنتكلم على كل نقطه على حده. اول مشكله واهم مشكله تاخر المطور عن تسليم الوحده نتيجه ظروف خارجه عن ارادته ولا عن قصد وعمد. النهارده لما نيجي نتكلم عن تاخر المطور لظروف خارجه عن ارادته، كمثلا تاخير الجهاز، مثلا تاخير الاجهزه في تسليم الاراضي، عدم وجود مرافق، دي ظروف خارج ارادته. لكن في حاله ان النهارده متسلمه والنهارده المطور تقاعس عن التنفيذ الالتزامات التعاقديه، اصبح في موضع اخلال، هو كده اخل. انا عايز اقول لكم انا ممكن احبس المطور لو النهارده ما سلمكش وحدتك في ميعادها، اقدر احبسه لك بس بشروط. طبعا ليه حق في فسخ العقد طبعا مع المطالبه بالتعويض، ولكن في كام نقطه عايزين نتكلم فيها مهمه جدا. امتى افسخ العقد؟ خلينا نتكلم النهارده في العقود الملزمه للجانبين طبقا لنصوص المواد 161 من القانون المدني. حاله اخلال احد اطراف التعاقد بالالتزامات التعاقديه من حق الطرف الثاني انه يخل. تمام؟ يعني في حاله النهارده في العقود الملزمه للجانبين، في حاله النهارده المطور اخل بالالتزاماته التعاقديه والنهارده ما سلمش في الميعاد المحدد له، يحق للمشتري فسخ العقد مع مطالبه المطور بالتعويض، بجانب التعويض ده السداد المدفوع او المبالغ المدفوعه ليه، بجانب تعويض قضائي، بجانب دعوه تعويض منفصله كمان، يعني حقه ياخد تعويضين. تمام؟ يعني تعويض ناتج عن الفسخ وتعويض اخر. وفي نقطه عايز اوصلها لكم، مش اي وقت نروح نفسخ عقد. يعني يجوز المطور يكون عند التسليم شغال انشاءات، وصل مثلا لمراحل هيكل خرساني، ما تروحش انت تجري وتروح تفاسخ معاه العقد عشان ما يلزمش، لا استنى عليه. لو في تاخر فتره وقتيه معينه استحمل شويه لحد ما يسلمك، بس طبعا ليها تقدير معين في الوقت، ما تاخرش عليك 10 سنين ولا 5 سنين تقول استنى، لا، يعني ممكن يتاخر عليك سنه، سنه ونص، بس طالما انت شايفه شغال انشاءات الدنيا هتبقى باينه وواضحه قدامك. لكن رحت لقيت الارض فاضيه بعد تسليمك، ده انت جالك مشكله كبيره. من حقك طبعا تفسخ العقد. هنقسم الاول السؤال ده لجزئين: جزء غير مطابق المواصفات اللي هو راح يستلم وحدته النهارده لا غير مطابق المواصفات، وجزء اللي فيه عيوب انشائيه في العقار او في المبنى نفسه. ده موضوع وده موضوع يا جماعه. اولا في حاله لقى الوحده بتاعته مش بنفس المواصفات اللي اتفق عليها في العقد، من حقه يرفع قضيه تعويض، من حقه يمهل البائع مده زمنيه معينه باصلاح المواصفه او التزام بالمواصفه الموجوده في العقد، او يرجع عليه بحاجه اسمها دعوى انقاص ثمن المبيع، ده نقص ثمن المبيع بما يناسب الضرر اللي حصل للمشتري. اما في حاله عيوب انشائيه، لا، ده الموضوع ممكن يوصل للحبس، بسبب لان النهارده في عيوب انشائيه في عقار، يعني ممكن العقار ده يحصل فيه لا قدر الله يحصل تصدع، يحصل فيه انهيار، ممكن يحصل ازهاق الارواح، فدي مشكله كبيره جدا. ده موضوع وده موضوع. فهل النهارده ايه مقدار الضرر اللي واقع على المشتري نفسه؟ هل مقدار الضرر النهارده جيت بستلم مثلا شقه، لقيت الشقه مثلا المحاره بتاعتها مش كويسه قوي، لقيت في مثلا مشاكل في الكهرباء صغيره، فالحاجات دي بتمهلها، لما تمهل مثلا بائع وقت عشان يصلحها لك، ما عملهاش، من حقك ترفع عليه قضيه تعويض، من حقك ترفع عليه قضيه انقاص ثمن المبيع لعدم الالتزام بتسليم المبيع بالمواصفه المحدده في نطاق العقد. الموضوع النهارده هينقسم لشقين. اول حاجه النهارده المطور امتنع عليه، هل لتاخر الطرف الثاني المشتري عن سداد الاقساط في المواعيد المحدده له؟ طيب ايه الشروط الموجوده في العقد النهارده بتلزم الجانبين في القصه دي؟ بمعنى ايه؟ النهارده في حاله تاخر مثلا المشتري في العقد، مكتوب كده في العقد نص صريح، حاله تاخر المشتري مده قسط او قسطين يفسخ العقد، او يحق الامتناع عن التسليم، او يحق للمطور تاخير التسليم، ولا مش مكتوب الشروط دي؟ وحتى لو مكتوبه الشروط دي الموضوع يخضع لتقدير محكمه. بمعنى لو افترضنا النهارده المشتري تاخر في سداد قسط او قسطين نتيجه ظروف صحيه، والمطور استغل اللي حصل ده في انه رفع قضيه فسخ عشان يفسخ العقد ويسترد الوحده،
هل النهارده المحكمه الفصليه للقصه دي هتراعي طبعا المشاكل الصحيه اللي وقع فيها المشتري؟ وفي الاخر هي في الاول وفي الاخر تقدير محكمه. احنا لو اتكلمنا النهارده على مواد 157 و156 لحد 160 في الانفساخ، ده موضوع كبير جدا عشان اتكلم معاك اللي هو يفسخ العقد القائم، قاعده يفسخ العقد القائم دون اللجوء للقضاء في حاله تاخر، ده وضع. وخلي بالكم يا جماعه المحكمه بتراعي وليها سلطه تقديريه في تقدير الاحكام حاله تاخر. ممكن حضراتكم يكون التاخر نتيجه ظرف صحي للمشتري، ممكن نتيجه امتناع المطور عن استلام القسط، نتيجه نيه مبيته انه يفسخ الوحده، في ظروف كتير جدا هنقف عندها. لكن خلي بالكم لو انت اتاخرت في فصلات النهارده ورحت سددتها في المحكمه لحد قبل صدور الحكم الابتدائي، يجوز المحكمه تعطي حكم بالرفض للمطور حاله مطالبته بالفسخ. خلي بالكم من النقطه دي، ويجوز تديله فسخ. خلي بالكم لان طالما تحقق الشرط الفاسخ الصريح في واقعه الانفساخ في المواد ما بين 157 و 156 لحد 160 قانون مدني، يحق المحكمه فسخ العقد، ولكن ليها شروط. الاجراءات اللي ممكن ياخدها المشتري حال امتناع المطور عن تسليم واحد، اولا محضر اثبات حاله. بس قبل ما اقول محضر اثبات حاله لازم اتكلم معاكم على شق. الموضوع ده ليه شق مدني وليه شق جنائي. شق مدني النهارده انت خليت النهارده وما سلمتنيش وامتنعت عن تسليم، لازم الحق اللي ارفع دعوه تسليم عليك مع احتفاظي بالتعويض المدني نتيجه الاضرار الماديه اللي وقعت على المشتري. ده مبدئيا دي في الشق المدني. قبل ما بعمل اي حاجه بعمل محضر اثبات حاله وبعد كده برفع القضيه، بعمل محضر اثبات حاله وبعد كده برفع القضيه. تاني حاجه هنتكلم على الشق الجنائي. انا من حقي احبس المطور لو امتنع عن تسليم الوحده، لان النيابه العامه النهارده بتوجه له تهمه النصب عمل بنصوص المواد 336 من قانون العقوبات، بتعتبره اللي هو نصب واستحل او استولى على اموال الغير، وبالتالي النهارده بيتحكم عليه بعقوبه لا تقل عن سنه. اه طبعا من حق المشتري النهارده اللي يرفع دعوى تعويض حال تاخير المطور عن تسليم الوحده لما لا يلحق به من اضرار ماديه، بشرط يكون السبب راجع تاخر المطور في التسليم لسبب يرجع اليه، يعني متعمد. بمعنى اصح يعني لو افترضنا ان حصل تاخير من الهيئات او من مثلا اجهزه المدن في تسليم ارض، لا انت مش النهارده مش من حقك، لان النهارده هو التاخر لسبب لا ارادي، لسبب لا ارادي المطور. النهارده التاخر عن عمد للاضرار بمصلحتك يحق ليك التعويض طبعا. طبعا اتشرفت بيكم ويا رب يكونوا استفدتم ان شاء الله من الاسئله اللي اتطرحت، وان شاء الله في حلقات تانيه كتير.